بنتكلم على سعد الصغير، بنتكلم على الليثي. وفي جلسه تمت في 2016 اعتقد بين محمود الليثي ومنتج احمد السبكي وحاولوا والسيد سكر الله يرحمه. تمام بقى ان هم يهدوا الدنيا والمشاكل تخلص. وطبعا حصل اتفاق وفاطين خد فلوس تمام عشان الموضوع ينتهي والمشاكل تخلص، لان ما ينفعش مهما كانت هي بالنسبه له ام ابنه هو ابو ابنها، فعايزين المشاكل تخلص بينهم وبعضهم عشان ما بقاش شكلهم وسمعتهم قدام في الوسط. دي المجموعه اللي كانت بتحاول الصلح. في مجموعه ثانيه كانت اكيد في بس انا مش موجود. في مجموعه ظهرت مؤخرا اللي هي بتبقى ضد بوسي على خلاف اللي مع بوسي او بيحاولوا يصلحوا بين فطين وبوسي، زي سعد الصغير وزي سوفينار وزي لا هو اولا سعد الصغير وسوفينار كل تقدير واحترام ليهم في غيابهم، بس هم كده ما حاولوش ان هم يصلحوا الامور، هم بيهاجموا بوسي. اولا سعد طلع وقال ان هي جحده على ابوها وان هي ترك ابوها وصور البيت وان هو صور البيت. اولا البيت ده بيت والدتي مش سعد اللي جايبه. هو لو هنتكلم ونقول اللي سعد بقى جاب شقه ب 200,000 لراجل لا في صله قرابه بيه ولا في صله نسب ولا في اي حاجه تربط بينه وبينها بين سعد وبين والدي، تمام؟ كان على الاقل في حاجات كده ما ينفعش نتكلم فيها، كان جابها ادى لاولاد اخوه حقهم على الاقل. يعني معنى كلام حضرتك ان سعد عمل اللقطه من غير ما يقدم اي مساعده، عايز يعمل شو بس ما قدمش اي مساعده خالص. لا عايز يعمل شو بس. انا اخر سعد الصغير عايز يعمل شو وترند على ماشي على قفا بوسي، المطربه وليها مكانتها وليها اسمها وليها سمعتها. فطبعا سعد عايز يعمل شو، هو طلع في برنامج وتصوير بيقول ان بوسي مهمله وسايب ابوها وتركاه ومش بتصرف عليه وبعيده عنه، وطبعا بسبب اللي هي مرات اخوه ارمله اخوه الله يرحمه، تمام؟ وطبعا اللي انا عرفته ان هو خد شقتها واداها لطليقه اخوه الاولانيه لان هو جه حق اولاد اخوه سابهم. وطبعا حصلت مشاكل مع مرات اخوه هي ارمله اخوه ومشاكل بينهم وحوارات. طبعا لما عرف ان بوسي هم واقفين في صفها فطبعا حصلت مشاكل جامده بينهم بين بعضيهم، فطبعا لازم يهاجم بوسي. ان علاقته بفطين في القضيه. وهشام ربيع برضو عايزك تقول للناس، لان كل شويه بنسمع طلاق بوسي من هشام ربيع، لا ما حضرش، لا رجع لزوجته. هل هشام ربيع رجع لزوجته الاولانيه؟ هل حصل مشاكل في الفتره الاخيره فعلا ادت لانفصالهم وعودتهم مره اخرى؟ يعني الموضوع ده اولا موضوع انفصاله عن زوجته الاولانيه هم اولاده، طبعا انا خارج عن اطار الحوار ده لان ما ينفعش انا اتدخل في حاجه لا تعنيني. تمام؟ دي حياه شخص وزوجته وام اولاده، ما ينفعش احنا نجبره نقول له رجعها او ما ترجعهاش، وراجل صاحب قرار. تمام؟ ان هشام ربيع راجل مش صغير وعارف يوزن الامور صح، وعارف ايه اللي في مصلحته وايه اللي في مصلحه ولاده وايه اللي في مصلحه اختي اللي هي زوجته برضه. تمام؟ موضوع انفصال هشام ربيع عن بوسي ما حصلش، انا بنفي الكلام ده. تمام؟ بما ان انا اخوها ما حصلش حاجه زي كده. موضوع ان هشام ربيع سرق من فطين او حاول سرق من محامي فطين شيكات ب 2 مليون جنيه، اولا انا بقول الكلام ده غلط. هو حصل ملابسات في الموضوع لان المحامي بتاع فطين راح عمل حرر محضر في اسم المقدم بيقول ان هشام ربيع تهجم علينا هو وبلطجيه واتخانقوا معانا وضربونا وخدوا مننا وصولات امانه واوراق وشيكات. اولا الشيكات اخر حاجه حصلت اتفاق فيها بين وكيل فطين او المحامي بتاع فطين وبوسي بقعده ناس معينه مضوهم على عقد ان هم خدوا جميع مستحقاتهم وما لهمش عندهم اي حق تاني، ما لهمش عند اي حق تاني، وان اي شيكات اي اوراق اي وصولات امانه هتظهر سواء باسم فطين او غير فطين او عن طريق اي حد يخصه او ما يخصوش هيتقاضى قانونيا. تقول ايه لسوفينار؟ سوفينار اقول لها يعني ما اقدرش اقول لها غير اقول لها يعني خليكي في شغلك بس. الناس انك ما تعرفيش داخليات. الناس برضه بتتساءل ليه الفنانه بوسي هي ليه ما طلعتش ردت بنفسها؟ بوسي طبعا من المشاكل اللي حصلت لها نفسيتها تعبت، وحتى انا قلت لها طب حاولي ترفعي مثلا تتقاضي قدامهم، قالت لك انا مش عايزه اقاضي ابو ابني لان مهما كان ابني لما هيكبر هيسالني انت عملتي ليه في بابا كده. طب ما هو هيكبر ويقول لك بابا عمل فيكي ايه؟ هتقول لي انا اقول له انا مسامحاه. استاذ امين عايزين نعرف